السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده الفيديو ال 13 من كورس How to be an Auto Developer بالعربي. كده احنا عايزين نتعرف على مفهوم مهم جدا داخل اودو، وهو مفهوم الفاليديشن، وايه هي أهمية الفاليديشن، وايه هي الفاليديشن ممكن اطبقه على انهي ليفل، او ايه هي المستويات اللي ممكن يكون الفاليديشن بيتطبق عليها. في البداية، ايه هو الفاليديشن؟ الفاليديشن ببساطة هو بيمنع لي تسجيل الريكورد اللي بيتعارض اللوجيك بتاعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال البيزنس لوجيك بتاعي بيقول ان الاسم بتاع الطالب ما ينفعش يكون متكرر، لا، كل الاسماء اللي عندي لازم تكون يونيك. فاحنا هنحط مثلا كونسترين على الاسم ان هو خلاص الاسم ده يكون يونيك، ما ينفعش يكون عندي اسم متكرر. وهكذا مثلا فون نمبر ما ينفعش يكون عندي فون نمبر متكرر، لا، لازم كلها تكون يونيك. مثلا ممكن احط فاليديشن على الفون نمبر اللي ما ينفعش السايز بتاع الفون نمبر يكون اكتر من 11 رقم او اقل من 11 رقم، لا، هو 11 رقم بس. الديت اوف بيرث مثلا، في اعتبار اللي احنا في 2025، ما ينفعش مثلا انا اسجل طالب مواليد 2025، ما ينفعش، ما هيتسجل ازاي ده؟ ده لسه ما كملش سنه مثلا. او ما ينفعش مثلا الطالب يتسجل غير لو كان السنه اللي هو اتولد فيها 2018، احنا اعتبرنا احنا بنتعامل مع مدرسه ابتدائي. ان العمر مثلا نفس القصه، ما يكونش مثلا الطالب عمره بيزيد عن 6 سنين، وما ينفعش يكون طالب على السيستم يقل، قصدي، عن 6 سنين. وما ينفعش يكون طالب على السيستم يكون عمره ازيد من 12 سنه، يعني هي مدرسه ابتدائي. وهكذا طبعا. دي كلها فاليديشن، يعني دي كلها ممكن نطبق يعني افكار ان احنا نطبق على الفاليديشن. يعني الفاليديشن احنا المفروض اصلا واحنا بنبدا، اول ما بنبدا نبني الموديل بتاعنا، نبدا نطبق الفاليديشن على كل الفيلد اللي عندنا، يعني كل الفاليديشن الممكنه ممكن نطبقها واحنا بنبني، كنا بنبني الموديل يعني. طب ايه هي الليفل اللي ممكن اطبق عليها الفاليديشن؟ والله اول ليفل ممكن اطبق عليه الفاليديشن عن طريق اليو اي، اللي هو مثلا ممكن ادخل اقول ان العمر مثلا ريد اونلي، ما هو بس الفيلد بتاع العمر ده من عن طريق الاكس ام ال ان هو ريد اونلي للقراءه فقط. وليكن مثلا الستودنت او الستودنت فون نمبر فون مثلا، او مثلا ممكن الستودنت فون مثلا يكون انفيزبل، ما يظهرليش، او ما يظهرليش غير بشرط معين، ان هو مثلا ان الطالب ده وليكن مثلا عمره مثلا يعني عمره مثلا ازيد من 8 ولا 9 سنين، ابدا تضيف لي بقى فيلد الفون ده اللي هو الطالب يقدر يسجل الرقم بتاعه، وهكذا. طب انا عايز اطبق حاجه زي كده على العمر مثلا بالاكس ام ال. والله هدخل على العمر مثلا اقول ان هو البيزنس ان هو ريد اونلي، ان هو للقراءه فقط العمر، ريد اونلي واحد بس. ايوه، انا لو هبدا هنا كلوز، اعمل ابجريد، ابدا ابجريد، فخلاص كده العمر للقراءه فقط، ما اقدرش اضيف له قيمه. طب هستفاد من حاجه زي كده ازاي؟ والله مثلا واحنا ممكن نخلي ان العمر مثلا يكون كومبيوتد فيلد، ان هو جاي من البيرث داي، فانا مش عايزه يكون في اليو اي غير يكون للقراءه فقط. طب هل لو انا هعمل فاليديشن على من خلال الاكس ام ال، هل هذا هيمنع لي ان انا ان القيمه دي ما تتسجلش على السيستم؟ يعني حطيت مثلا فاليديشن ان الستودنت نيم ريكوايرد عن طريق الاكس ام ال، هل دي يمنع لي ان القيمه ما تتسجلش؟ هو اي نعم، لو انا جيت اضيف القيمه يعني قيمه، ما ضفتلوش قيمه قصدي، وعملت سيف، هيبدا يظهر لي هنا ان هو لا، ده لازم تضيف قيمه للنيم. بس هذا مش هيمنع لو انا جايب مثلا من عن طريق، لو انا بضيف القيمه من هنا من عن طريق اليو اي. طب لو جايه لي قيمه من الاي بي اي، هل دي هيمنع لي ان القيمه ما تضافش؟ طبعا لا، هتضاف عادي. لو بعمل ابلود للقيمه مثلا بناء على اكس ام ال، بناء على اكسل شيت، هتضاف عادي. وطبعا هنا في الاكس ام ال، طبعا دي يعتبر اقل حاجه ممكن نطبق عليها الفاليديشن. ليه؟ لان اي حد ممكن، لو احنا مثلا فعلنا الديباج مود ودخلنا هنا، الديباج مود بيتفعل من عن طريق السيتنج، ممكن ندخل هنا نعمل اكتيفيت للديفلوبر مود، او ممكن ننزل الاكستنشن بتاع اودو، يعني اودو ديباج. ونرجع هنا مثلا، وبدات ادخل هنا على الايديت فور. انا من خلال دي ممكن اعدل في اي قيمه، امسح اي حاجه. الفاليديشن ما ينفعش، يعني الفاليديشن لو عايزين نطبق فاليديشن بنطبقه عن طريق التو ليفل اللي بعد كده. ايه هما بقى التو ليفل اللي بعد كده؟ الليفل اللي بعد كده، اول ليفل عندنا اللي هو بايثون، او عن طريق البيزنس لوجيك تير يعني، او الليفل اللي بعد كده الموديل تير او الداتا تير، وده يعتبر افضلهم يعني، لانه ده بيمنع الداتا اصلا تتسجل من الداتا بيز. انا ممكن ادخل مثلا على البوست جريس، وابدا اضيف كونسترين اللي انا عايزها، اي كونسترين انا عايزه، وابدا اضيف بقى الحاجات اللي انا عايز اضيفها.
طب تمام، إحنا دلوقتي هنتعرّف على إيه هنا في الفيديو ده؟ إحنا هنتعرّف على إحنا اتعرّفنا كده على الXML يعني خلاص ممكن ما نرجعلوش تاني، إحنا اتعرّفنا بس إن إحنا ممكن نضيف validation من عن طريق الXML، وعايزين نتعرّف بقى على الvalidation عن طريق Python، وده هندخل فيه شوية يعني هنفضل فيه شوية لإن هنشرحه وهنبدأ نشرح بقى ال شوية decorator كده معاه. طب تمام، عايزين نطبّق أول validation يعني أول validation عندنا عايزين نعمل validation على العُمر، إن العُمر ما يكونش غير في الrange بتاع 6 سنين و12 سنة. نعملها إزاي دي؟ والله من عن طريق الAPI. ده المفروض أنا استدعيته يعني من Odoo، هتلاقيه from Odoo import. إحنا عملنا import للmodel والfield، وهنبدأ نعمل import برضه للAPI. والله from API dot constraint. طب الconstraint ده بياخد إيه؟ بياخد الfield اللي إحنا هنطبّق عليه الconstraint. والله ممكن ياخد field واحد وممكن ياخد أكتر من field، بس إحنا هنا يُفضّل إن أنت تعمل constraint لكل field. فإحنا والله هنبدأ نعمل constraint على العُمر مثلًا، إن العُمر ما يقلّش عن 6 سنين وما يزيدش عن 12 سنة. بعد كده هنبدأ نعرّف function، وليكن مثلًا الfunction ديّة بتقول check عُمر الage يعني، وهتاخد داخلها الself. حلو. نعمل بس عايزين نتكلم في حاجة. الself دي بتعبّر عن إيه؟ والله الself دي ممكن لو رجعنا هنا للstudent ممكن تعبّر على آآ record، ممكن تعبّر على record واحد، أو ممكن تعبّر على الrecord ده، أو ممكن تعبّر على كل الrecord دي. يعني هي بتحتوي الself داخلها على record واحد أو كل الrecords. طب تمام، أنا لمّا آجي أطبّق الvalidation هل أنا هاطبّق على record واحد والّا هاطبّق على كل الrecord اللي عندي؟ منطقيًا هاطبّق على كل الrecord اللي عندي. فأنا محتاج إيه؟ والله محتاج أقول for أloop بقى على الself دي بحيث أجيب كل الrecord اللي داخلها. فهاقول والله for rec مثلًا in self، وأبدأ أcheck if الrec dot وأبدأ كده بقى أبدأ أمسك يعني الrec دي كده أنا كده خلاص مسكت كل يعني كل record عندي، وأقول والله لو الrec dot age كان أقل من 6 سنين، أو الrec dot age أكبر من 12 سنة، لأ ابدأ اعمل لي rise. وفي حاجة هنا بنستدعيها من auto exception اسمها validation error، بحيث امنع لي إن الداتا دي تتسجل على الداتابيز يعني، وتبدأ تظهر لي حاجة كده على الشاشة يعني، أو alert إن والله الداتا دي ما ينفعش تتسجل، إن ال age is not correct. طب تمام، هنيجي بقى نعمل close، نبدأ نعمل upgrade، هنبدأ نرفرش، ندخل عايزين نسجل طالب، وليكن مثلا الطالب اللي عايزين نسجله ده عمره مثلا 3 سنين، وبدنا نسيف، لا هيظهر لي ان العمر ده مش صحيح validation error، والداتا دي المفروض ما تسجلتش على الداتابيز. تاني حاجة مثلا لو يكن مثلا عايزين نحط طالب عنده 15 سنة، نفس القصة، العمر ده مش صحيح، ما ينفعش تضيف لي طالب عمره غير في الرينج ده. يعني لو ضفنا طالب مثلا وليكن مثلا 8 سنين عادي هيقبل، مفيش مشكلة، القيمة اتضافت. بس يعني هو ده كنا في البداية اللي كنا عايزين نتعرف عليه يعني في الفاليديشن.